ملك الأغنية الشعبية أحمد محمد مرسي العدوي، الشهير بأحمد عدوية، واحد من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات. اتولد عدوية في محافظة المنيا يوم 26 يونيو سنة 1945، ووالده كان تاجر مواشي. بدأ الغنى سنة 1969 في شارع محمد علي، وكان بيغني في الأفراح والحفلات لغاية ما اتشهر سنة 1972 خلال حفل عيد جواز المطربة شريفة فاضل اللي حضروا عدد من الفنانين والصحفيين. وبعدها سجل اسطوانتين لشركة صوت الحب، ومن أشهر أغانيه الشعبية الصح تدحم بوه وزحمة يا دنيا زحمة. وكان ليه أثر كبير على الغنى الشعبي، وهو الأب الروحي لكل اللي ظهروا بعده زي الفنان حكيم. في زمنه كتير من عمالقة الموسيقى شكروا في صوته زي الفنان محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. بعد عن الغنى فترة، وبعد غياب استمر أكتر من 10 سنين بدأ إنه يرجع تاني في البرامج والحفلات. وفي سنة 2010 غنى مع الفنان رامي عياش أغنية الناس الرايقة. شارك عدوية في أكتر من 27 فيلم مصري، منها أنا المجنون والبنات عايزة إيه. اتوفى يوم الأحد 29 ديسمبر سنة 2024. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.